تمثل الزيارة الخاصة التي شرع فيها صباح اليوم فخامة الرئيس تحبيب بورقيبة إلى فرنسا الحدث البارز الذي ميز نهاية هذا الأسبوع. وستدوم هذه الزيارة بضعة أيام يتلقى خلالها المجاهد الأكبر علاجا على الأسنان. وقد ودعت جموع من المواطنين والمواطنات والإطارات رئيس الدولة هاتفة بحياته. ورافق فخامة الرئيس من قصر الجمهورية بقرطاج إلى مطار تونس قرطاج الدولي بالخصوص السادة رشيد الصفر الوزير الأول، ومنصور الصخيري الوزير مدير الديوان الرئاسي ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، وزين العابدين بن علي وزير الداخلية، وكذلك السيد عباس محسن الوالي رئيس مجلس أقليم تونس. وفي مدخل القاعة الشرفية بالمطار صفح سيادته مودعيه، وكان في طليعتهم الأستاذ محمود المسعدي رئيس مجلس النواب وأعضاء الحكومة والديوان السياسي للحزب الاشتراكي الدستوري ورؤساء المنظمات القومية وعدد من سامي إطارات الدولة، وكذلك القائم بأعمال سفارة فرنسا بتونس. ورافق رئيس الدولة إلى فرنسا السادة الهادي المبروك وزير الشؤون الخارجية، وعمر الشاذلي وزير التربية والتعليم والبحث العلمي، ومحمد كريم وزير النقل، ومحمود بن حسين